نرجع وياكم بحلقة جديدة من واقع حال. موضوع الطرح كسر الخواطر. هو شنو هو كسر الخاطر؟ انه بشر معلق اماله كلها بيك، فجأة تجي انت شوف كسرت خاطره. طيب شلون يجي كسر الخاطر؟ انه بشر يمر بظروف هاي كلنا نمر بيه، لحد يصير ابو فلان وعلان واني ما انحني واني ما اعرف شنو. لابد ان تجيك ساعة ودقيقة لازم تحكي ويا بشر، لا مخبال ولا ما اعرف شنو انت حتى ما تقدر تسوي هذا الشيء، كنا نمر بيه. طبعا هو الموضوع راح ينطرح بسبب انه جاني شخص وراد هذا الشيء. هو شيء اكيد يعني هو من المواضيع المهمة جدا اللي لازم نتعايش وياها. هو كسر الخاطر اغلبيته يجي من الاهل، بس الاهل شيء مصلحتي دائما، يعني مصلحتك انه ما يسوي لك الشيء اللي تريده. صديق يعني تقدر تسامح، بس لما يكسر خاطرك حبيب انت معلق امالك بيه، في المنقول نصفك الثاني. طيب بهاي الحالة ايش راح تسوي؟ احنا قلنا نص امالك بيه، او مو نصها، ربعها خلينا نقول، ما نريد نكون موشوشين. طيب لما تروح لحبيبك يابا نبيه هيك وهيك، مو تنذل، لا حشر، وانما يعني تريد تشكي تحكي ضايج مهموم، فجأة شوف حبيبك مو حبيبك، واو، ما ادري تضحك على روحك، ما ادري تصفن تقول انا ايش دا اسوي بنفسي، ما تعرف شو تسوي. طيب لما يجيك شخص يقول لك يابا انا محتاج لك، مو اعتياز مادي، اعتياز معنوي، انما توقف يمه تخفف عنه، تحكي وياه تسليه، خصوصا لما يفقد فد احد من اهله. ما نريد نكون مبالغين انه على اساس العراقيين يضوجون من الهوى لما يطب من خشم، لا، اغلب هاي الاشياء تصير لما البشر يفقد شخص غالي عليه، او اهله يضوجوه بالبيت، او تصير له مشكلة برا يعني، او بالدوام او بهيج شي، يجيك يحاجيك مع العلم انه هو بشداتك واقف وياك، بضيمك واقف وياك. تجي انت بلمح البصر تتغير عليه. انا ما قلتلكم احنا انبياء او ما نغلط، يجوز صدفة انه انت ضايج والبشر اللي اجاك هو اصلا ضايج، التمن صار سوالف زين. استغفر الله واتوب اليه. يعني الموضوع هو كلش كبير، لا تقدر تختصره ولا تقدر تعوف شي وتترك شي. يا ناس هذا كسر الخاطر، نعوف فقرة الحبيب، نجي فقرة الاهل. لما امك معلقة امالها بيك انه انت ترفع راسها، حاول شوية تكون جدي ومثابر، حاول انه ترفع راسها قدام الناس، تساعدها، تخفف عنها، خصوصا اذا كانت امك وحيدها بالدنيا وتعبت وكبرت وربت. حاول انه ترفع راسها قدام العالم،
وهذا كله بعدين هو إلك مو إله، لأن هي جابتك ببطنها 9 أشهر، تشوفها قدامها تكبر وتكبر وتكبر وتكبر. طبعا مش نحكي على صفات الوالدة، ما نوفر، الله يطول لنا بعمرها ويحفظ شكو والده بالكرة الأرضية ويرحم شكو والده، تقلت رحمة الله. نجي فقرة الأب، لما أبوك يطلع يتعب حتى يجيب لك الفلس، حتى يجي حتى تكبر، تطب مدرسة، تنجح بكلية، تتخرج، تتعين، يزوجك. زي ليش أنا صيحت في زوجك؟ إيه العفو، يزوجك. خلينا نقول تحب لك وحدة راح تاخذها، خلي تكون هاي الوحدة ما تأثر على أهلك ولا لهم علاقة بها. يعني كمل معنويتك ويا الأهل، ساعد الأم، سوي هيك شي. هذا الشي يسموه جبر خاطر. باكر عقبة أمك لما تطلع تقول أنا ربيت، لما ينرفع راسها باعتبار أنت جابر خاطرها. وهواية صايرة هاي الحالة والحمد لله والشكر ما مارين بيها، لأن الحمد لله والشكر دوم رافع راس الوالدة. علاوي لحاله يقول له ارجع على موضوع الحبيب. والله يا ابو حسين ما اعرف شو اقول لك يعني. شغلة الحبيبة صعبة هواي، لما فجأة تتفارق، ما هذا يا رباه. بس مهما يكون خليت لك اثر بحياتك، تعلموا منك، حبوك، شفت صفاتك بيهم، عشقت انسانة دخلت قلبك، خصوصا اذا كانت هاي الانسانة قاسية. ساعتها ايش راح تسوي؟ تحير، وهي صح القساوة حلوة تحسسك شوي بالامان وهيك شي، واذا فارقتها تقوم تبكي، واو تبكي. بس ما يستاهل، ولو يستاهل هم ما يخالف، بس ما يستاهل صدقيني، هاي دموعك تسوى الدنيا، ليش ترخصين يا عين؟ لو يستاهل هم ما يخالف، بس ما يستاهل صدقيني، ليش علاوي دموعك تسوى الدنيا، ليش ترخصين يا عين؟ مقهوراني هواي عليك، من هو حتى يبكي، مقهوراني هواي عليك، من هو حتى يبكي، ليش بهالحالة تخليني؟ تحياتنا للبلطوك شلة. يا ريت يا ريت كل اللي سمع هذا ما يكسر قلب بشر ولا يكسر خاطر بشر. كنا عندنا حاسيس ومشاعر ونحبها ونريد نعشق ونوافي، يعني رب ضارة نافعة.
ناس بدونك أحس وياها النفس وجع. أنا بلياك ورا الرجاء أنا بلياك كذا أرمش. هاي في حالة إذا خاطرك مكسور، بس يعني يا ريت نعوف كسرة خواطر على صفحة، يا ريت يعني. خصوصا إذا كان عندك شخص اليوم كاسر خاطره أو كاسر خاطره صار لك مدة، حاول تجبر بخاطره، كلمة، بسالفة، بمسج، صورة، فالشي انت متعلم تسويه حتى تشوف هذا البشر يفرح. يعني حاول تكون سبب انه انت تسعد الناس، مو شرط انه شخص قريب عليك، صديق لك تحسه محتاج لك يعني. ويا ريت يا ريت نترك كسر الخواطر حتى بحالة انه احنا معصبين. يعني انا شايف انه اذا واحد كان معصب وفتشي يقول له روح اخذ لك فرة وتعال. ليش الفرة؟ حتى شنو؟ يهدأ شوية، هدأ مرة وعاه. شوفوا احلى شي بالقانون الحكم، لما العالم منتظرة بالجلسة وبالاخير يطلع الحكم. اذا كان الحكم اعدام فرح بها الشخص، واذا كان افراد تبين الفرحة على الشخص حالة حال الشخص المنجبر خاطره. فانت اذا حبيت تشوف فايدة جبر الخواطر شوف لك فيديو على اليوتيوب حالة افراج عن شخص من الاعدام. يعني انسان يضرب نفسه راح يموت بعد 10 ايام بالحكم، فجأة يرجع للحياة من جديد. اكو اكبر من هذا الجبر؟ طبعا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يساعدنا ما نكسر قلب بشر بالدنيا ابد، ويحثنا على انه ما نخلي بشر مكسور قلبه بالدنيا. اني وكل الاشخاص اللي اعرفهم. يا رب. تحياتي لكم من دعافيس واقع حال جبر الخواطر، اخوكم ابن الاكابر واللايت تالك. تحياتي لكم ونشوفكم بموضوع جديد. طبعا رابط الفيسبوك بالوصف، معرف التليجرام بالوصف، اللي يحب عنده موضوع يطرحه يشرفنا واهلا وسهلا، مثل ما المواضيع اللي قبلها انطرحت. ومشكورين على الاستماع. تحياتي.